علماء الفيزياء قالوا دينار علمه يحترم، فعلومنا جنب علمه بانت متواضعة. جاء المجدد ثائرا يطلب شحذ الهمم، أين أصحاب العقول أريد آذان سامعة. جاء المجدد ثائرا يطلب شحذ الهمم، أين أصحاب العقول أريد آذانا سامعة. فرأى جماجم فارغة وآذان يملأها الصمم، وذقون أخفت خلفها سفهاء للعلم مانعة. السلام عليكم، معكم زميل جميل دينار إسلامي. نواصل منهجنا الزمني في فهم وقراءة الكون والواقع والقرآن أي الإسلام. فنعتمد على قراءة شاملة بين العلم والواقع الذي نعيشه والكون على ضوء هذه الشريعة الإسلامية. اليوم نتكلم على الدرس الثالث في رأس السنة. تكلمنا عن ركن الزراعة، وتكلمنا على رأس وقداسة رأس السنة، واليوم نتكلم عن رأس السنة وتفاصيل أدق. نتكلم على الحروف المقطعة أو النورانية، نتكلم على البناء سورة الفاتحة وعلاقاتها بباقي القرآن، على فضائل بداية الحروف المقطعة في 29 سورة بالحروف المقطعة، ولم يتكرر في هذه 90 سورة إلا 14 حرف، وهي ما يسمى بالحروف المقطعة أو الحروف النورانية التي اختصها الله في بداية أو فواتيح الصور، وتسمى الفواتيح أو الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، ألف لام را، كاف هاء عين صاد، قاف صاد. فهذه هي الحروف المقطعة. اليوم ندرس رأس السنة وفتح الله سبحانه وتعالى، الفتح الأطول لله سبحانه وتعالى في رأس السنة. فقلنا في الدرس الثاني السابق أن الله سبحانه وتعالى جعل رسالة الإسلام أو البناء القرآني أو حتى تسمية الصور حسب النزول أو حسب المصحف، جعلها كأنها بداية الحياة، كأنها دورة للحياة. فابتدأ أول ما نزل وهي سورة العلق بمعنى مضغة وبداية حياة الإنسان، وختمها بسورة التوبة وهي من الطوال، فكانت التوبة آخر حياة الإنسان. في القرآن الكريم لو تركز معه تجد أن سورة الفتح كذلك جاءت في آخر القرآن حسب النزول، وشرحنا هذا سابقا. اليوم على ماذا نركز؟ أن كذلك حتى أركان الإسلام كمثال فقط للتوضيح، نبدأ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه كأنها بداية الدخول للإسلام، يعني بين المؤمن والكافر هي الشهادتين. فأول ما تبدأ به الدخول للإسلام هو الشهادتين. فالله سبحانه وتعالى جمع صور التوحيد أو الإخلاص، وهي أول أو التوبة أو الدخول في الإسلام في أول القرآن، يعني في أول ركن يكون في توحيد الله سبحانه وتعالى في الشهادتين، أو الدخول في الإسلام فيكون في رأس السنة. وكذلك آخر ما يقوم به العبد بعد الدخول في الإسلام وهو الحج، وهو كركن يكون في آخر العمر، في آخر حياة الإسلام أو المسلم، وتكون حجة، وهي كذلك تفي يعني نفس المقارنة، فهو يكون للتوبة في آخر العمر. لا يصلح أن يكون في سن قبل البلوغ، ولكن في سن وهي بعد العقل وبعد التكليف وبعد أن تعيش حياتك فتذهب إلى آخر لمن استطاع إليه سبيلا. فأركان الإسلام مرتبة كذلك تنظيما محكما. فكذلك صور القرآن سواء حسب النزول أو حسب المصحف فهي مرتبة ترتيبا ذات معنى. فاليوم نتكلم على لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى في القرآن بالفاتحة، ولماذا خص الفاتحة في كل ركعة في الصلاة في عمود الدين، وما هي المعاني السامية والمتعددة والعلمية لسورة الفاتحة. فالإشارة هنا أولا الإشارة هنا هي إشارة لغوية، واللغة هي من تحمل دلالات علمية. فالإشارة الأولى نشرحها بين قوسين، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن سواء حسب المصحف أو حسب النزول التوقيفي كان
يرتكز على الفاتحة كأول سورة، ثم جاءت الفاتحة بعد عدة صور، البقرة، العمران، النساء، فكانت الفاتحة بعد 5 صور. تجد أن الفاتحة حسب المصحف في ترتيب واحد، وأما حسب النزول فهي مرتبة في الرقم 5، بمعنى أن الله وضع الفاتحة حسب المصحف هي أول صورة، ثم الفاتحة الثانية حسب النزول وضعها بعد 5 صور، أي الفاتحة هنا والفاتحة هنا وبينها 3 صور. كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن بين الفاتحة الأولى والثانية هو فتح، ولهذا جاءت سورة التوبة كذلك في آخر القرآن، يعني قبل الفاتحة الأولى وبعد الفاتحة الثانية، لأن التوبة جاءت في الترقيم 9 حسب المصحف، وجاءت في الترقيم 112 تقريبا في آخر القرآن. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يعمل لك ملاحظات هندسية في القراءة للصور. الفتح هنا، الفتح هنا، التوبة هنا، التوبة هنا، الفاتحة هنا، الفاتحة هنا. فعلى ماذا يشير؟ لو ندرس هذا الفتح أو الفاتحة سنجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى رأس السنة، أن جميع النظام الكوني وأن جميع النظام القرآني وأن جميع الصور التي تبتدئ بالفواتيح، لهذا سميت الفواتيح فواتيح الصور، فهذه كلها وابتدأت في رأس السنة بألف لام ميم في سورة البقرة. فهذه الفواتيح عددها هي 29 صورة. الآن لاحظوا معي عدد فواتيح الصور، بمعنى هذه مثلا ألف لام ميم، ألف لام را، كاف يا عين صاد، صاد قاف، هذه تسمى فواتيح. عدد الصور التي ابتدأت بهذه الفواتيح هي عدد الصور التي ابتدأت بفواتيح هي 29. هذه الفواتيح 29. لاحظ معي سورة الفتح آياتها 29، يعني عدد كلمات سورة الفاتحة هو 29 كلمة، وعدد آيات سورة الفتح وهي 29. فلاحظوا معي الفتح والفاتحة والفواتيح الصور التي فيها ألف لام ميم، ألف لام را، فهي 29 الفواتيح. فلو تلاحظون أن الفواتيح فيها الإشارة إلى الرقم 29. هذا ارتباط بين الصور. دعونا نتعمق. لماذا جعل الله الفاتحة هي أول صورة ثم تكررت في بعد 3 صور حسب النزول؟ قلنا أن هندسيا بين الزمن والصورة هي 3 أيام، بمعنى عندما تسمع كلمة صورة في القرآن فهي تعادل ما يقارب 3 أيام زمنيا، وهذا ذكرناه في الدروس السابقة. بمعنى أن بين الفاتحة والفاتحة 5، ما يقارب 15 يوم، وهذا ابتداء من رأس السنة إلى 15 يوم. فهذا الخط هو الذي يشير إليه الله سبحانه وتعالى بين الفاتحة الأولى حسب المصحف وحسب النزول. ثم لاحظوا معي كيف يذكر الله سبحانه وتعالى أو يشير هندسيا إلى رأس السنة، أن جعل في سورة الفاتحة 14 كلمة. لاحظوا معي اليوم فيه 15، أما الليل ففيه 13 إلى 14، يعني فيه انتقال حدث فلكي بين الليلة 13 والليلة 15، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل من الكلمة الأولى للفاتحة وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك، من بسم الله إلى إياك رقم 1، إياك نعبد وإياك 2 نستعين. فمن بسم الله إلى إياك الأولى توجد 14 كلمة، ومن إياك نعبد إياك نستعين من إياك الثانية إلى آخر السورة توجد 14 كلمة. فما معنى 14 من بداية إلى كلمة إياك، ثم من إياك الثانية إلى آخر السورة 14. فهذه تشير إلى فواتيح الصور، بمعنى أن علوم القرآن جمعت في الفاتحة وعلوم اللغة جمعت في هذه الفواتيح. فكم حرف في هذه الفواتيح بدون تكرار في 29 صورة؟ هو 14، يشير إلى نفس النظام الذي في الفاتحة. فهذه 14 وهي معناها الفتح.
ذكر الله في بداية 3 أسماء لله سبحانه وتعالى، الله الرحمن الرحيم، في بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة. فهنا 3-14 إلى ماذا تشير؟ تشير هذه 3-14 إلى 143 حرف في الفاتحة، أي 3.14، وهو الثابت الرياضي لإقليدس، وتكلمنا عنه ونستعمله في الصلاة، في السجود، في الركوع، في الأشهر الحرم 3 ثم الرابع منفصل. مثلا في السجود نقول سبحان ربي الأعلى 3 كلمات نكررها 3 مرات وفيها 14 حرف. فالفاتحة هنا لو تركزون معي اليوم ندقق 14 كلمة ثم كلمة نعبد في الوسط، هي الرقم 15. 14 قبل ثم نعبد ثم 14 بعد. فهذه 14 والثلاثة الثابتة تشير إلى الفتح. حتى في علم الاستشعار وضحنا هذا، في الأجهزة في صناعة الترددات وضحنا هذا. فما معنى نعبد؟ يعني هذا 14 الفواتيح في اللغة، أو ترتيب سورة الفاتحة الأولى، أو فلكيا في رأس السنة، زمنيا بين الفاتحة الأولى والثانية 14 يوم، يعني بالأيام تحسب، بالليالي تحسب 13. يعني انتقال فلكي سنتكلم عنه، يتكلم على الليالي البيضاء، بمعنى الفاتحة تقول لك يا مسلم أن الله سبحانه وتعالى سيفتح بابه من رأس السنة إلى الليلة 13 إلى 14. يختلف الزمن في بين الليلة واليوم. فهذه الليالي يشير إليها الله سبحانه وتعالى كخلاصة لعلوم كثيرة حاولت أن أختصرها لكم في تفسير سورة الفاتحة. يعني أنا دارس علوم كثيرة ووصلت إلى الفاتحة. فمعنى الفاتحة هو أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا سماءه وينزل لنا إلى السماء الدنيا في الليالي البيض. فهي تبدأ في قبل السنة بأيام، ولكن الاحتفال فيها متى تشاء، وخير الأمور آخرها، دائما قاعدة. يعني لكل شيء وسط، ووسط هذه الأيام هنا. فتبدأ من رأس السنة تحديدا إلى ما يسمى بالجمعة الثانية في رأس السنة الجديدة، وهذا يسمى عيد يناير للأمازيغيين، الجمعة الثانية في. ولهذا جاءت الجمعة في آخر كذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهو يوم مفضل وفضيل وجعله عيدا للمسلمين. فتلك الجمعات العادية، ولكن مرتبة الجمعة التي ذكرها الله في آخر القرآن فهي استعدادا، وتكون بالغالب في الحج، جمعة الحج أو جمعة رأس السنة، واحدة قبل هذه آخر السنة، واثنين بعد رأس السنة. فتكون الذكرى الثانية، يعني 12 يوم من بداية السنة، هي عيد كبير. لهذا تم حذف كل ما يتعلق بالجمعة. فنجد ما يسمى السلف أو الذين نقلوا لنا بدون فهم هذا الدين، تجدهم يقولون عيدين نحتفل بهما، الفطر والأضحى، يعني كبير والصغير. ثم يقول لك في الحديث أنه الجمعة هي عيد بنص الحديث، ولكنهم لا يحتفلون بها. لماذا؟ لأنهم حذفوا كل ما هو متعلق بالجمعة من خطب، من أعمال في يوم الجمعة. فاسعوا في الأرض، هذا السعي محذوف في السنة وموجود في القرآن. لماذا فضلها الله جعلها عيد؟ محذوفة، فيها الذبح، محذوف هذا الشيء، فيها القيام والصلاة السادسة محذوفة. فقط بقية الإشارات. هذه الإشارات أنها تكون في 12، يعني الشهر 12. لماذا تكون الجمعة دائما ما بين 12 الساعة 12 و13؟ كذلك هي خلقت الجمعة الكبرى السنوية تكون في الشهر 12 إلى الشهر 13. فهذه 3 جمعات من رأس السنة، قبل رأس السنة الجمعة الأولى، وبعد رأس السنة بجمعتين، يعني 3 2 بعد رأس السنة، والجمعة الثالثة قبل رأس السنة. هذه 3 جمعات مهمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. لهذا جعلها لا تقام صلاة الجمعة إلا بتوفر 12 فرضا مصلي يؤمهم 13، وهي نفس الإشارة في النوافل. فيزيد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. كذلك هذه نفتحها فقط. هناك صلاة سادسة تعتمد على نفس النظام،
لم نشرحها ولم نوضحها لحد الآن. تعتمد على نفس النظام، وهناك عدة تفاصيل متعلقة بيوم الجمعة تشير إلى رأس السنة. فنحن اليوم نفصل الجمعات، نربطها بالزمن، وقلنا نربطها بالشهور وبالساعات تحديدا، فهي مرتبطة بالظهر. فالله سبحانه وتعالى ربط لغويا اسم الفاتحة مع الفتح مع الفتاح، وهو اسمه، يعني اسمه الفتاح، ربطه بالفاتحة وربطه بالفتح والإخلاص والشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بداية رأس السنة، وكأنك تبدأ من جديد. هل أنت مسلم؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تبدأ تعمل لمدة سنة كاملة، ثم في آخر هذه السنة تقوم بالحج والطاعات والتقرب إليه بالنحر، والنحر هذا كان موجود. سنتكلم على الصلاة السادسة وعلى النحر وعلى تفاصيل كثيرة في مواضيع أخرى لكي لا نتشتت. فاليوم نناقش رأس السنة، تكون فيه سورة التوبة والفتح والإخلاص والنصر كآخر شيء. هل تكون نهاية السنة بالنصر أو لا؟ لهذا جاءت في سورة التوبة في الآية 5: فإذا انسلخت الأشهر الحرم. فسورة التوبة هي ختام، يعني الشهر الأول هو الشهر الأول من السنة الميلادية، يعني شهر جانفي، شهر يناير هو الشهر الأول. في آخره تكون سورة التوبة التي قال فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم. نقول يعني انتهاء هذه الأشهر الثلاث قبل رأس السنة، وبعد رأس السنة تنتهي 3 شهور للشهور المحرمة في الإسلام. فقال الله بعبارة انسلخ الأشهر الحرم هنا فقاتلوا المشركين، يعني من يدخل، من لا يدخل فخلاص انتهت إلى السنة القادمة. يعني كقراءة ليس كفتوى، كقراءة يعني تنتهي تلك البوابة المفتوحة. فلو تلاحظون أن التوبة جاءت بعد الفاتحة حسب النزول في ترتيب 9، والفاتحة تكون في ترتيب 5، والتوبة الثانية تكون في آخر القرآن، والفاتحة تكون في أول القرآن. فكأنه يشير إلى حيط، إلى جدار، إلى مدخل. هذا المدخل في الوسط هي الليالي البيض. هذه الليالي البيض هو نور الله، لما يفتح نرى نور الله، فسميت الليالي البيض. وأما الشهور الحرام الثلاثة فهي مجرد استعداد بروتوكولات الله سبحانه وتعالى للدخول والتوبة إليه. ويكون الحج في الأشهر الأخيرة في الشهر 12 للتوبة استعدادا لظهور هذا النور. هذه هي يعني القراءة العامة لمن لم يحضر الدرس السابق. حتى الأذان نجده مقسم لعدة أشطار، ف12 شطر في الصلوات العادية، إلا صلاة الفجر فيها 13 شطر، وهي تشير 12 شطر 13 شطر تشير. ولو تعد الكلمات لتلك الأشطار كذلك تجدها 12 13. أسرار الآذان ويوم الجمعة وصلاة الجمعة والظهر والفلاحة والعددين 12 و13. أولا جذر جمع ومعنى الجمعة والعددين 12 إشارات قرآنية. لاحظ معي أول مرة يذكر جذر الجمع بالقرآن الكريم جاء في العدد 13 عكسيا في هذه الآية 161 بسورة البقرة. كذلك في آل عمران جاء بالكلمة 13 عكسيا تأكيدا على أنها ليست صدفة. وكذلك هنا في قوله الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم جاءت في الكلمة 12 عكسيا في سورة النساء في الآية 87. وهذا تأكيد على أن الإشارة للجمع في عديد الآيات، واختصرتها لكم ببعض الإشارات. وتوقيت صلاة الظهر صلاة الجمعة تكون في العددين 12 و13 ظهرا. فلاحظ معي الجمع، علاقة الجمع في القرآن وفي الزمن في الواقع في الأيام. فلاحظ معي موقع كلمة الجمعة في سورة الجمعة جاء على نفس ميزان جذر الجمع الذي أشرنا إليه سابقا، فجاء في الكلمة 13 عكسيا. كذلك في أول مرة ذكر جذر الجمع في القرآن جاء في الكلمة 13 عكسيا مرتين في بداية القرآن وعديد الآيات، تأكيدا على أن الجمع والجمعة له علاقة بالعددين 12 و13.
لاحظ معي الأذان وعلاقته بالعددين 12 و 13. لاحظ معي أن مجموع هذه الآية التي دعت إلى النداء، جذر النداء إلى الصلاة، جاءت في 12 كلمة. لاحظ معي باقي التفاصيل لتفهم. وهنا كلمة الأذان جاءت بعد 13 كلمة. لاحظ معي كذلك الآذان ليجتمع الناس بالصلاة والفلاحة والعددين 12، فجاءت تقسيم الآذان إلى 12 شطرا. لماذا؟ لأنه يدعو للاجتماع ويدعو إلى الجمعة ويدعو إلى الجماعة، فكان مقسما إلى 12 قسمة وشطرا. وفي أذان الصبح نزيد الشطر 13: الصلاة خير من النوم، ويصبح لدينا الأذان مكون ومرتبط بالعددين 12 و 13 شرعا. ولأن الفلاحة متعلقة باجتماع المسلمين وبصلاة الظهر يوم الجمعة ارتباطا وثيقا أساسيا، وكذلك ارتبطت بصلاة الفجر، يعني نصلي الفجر ونتوكل إلى الفلاحة والفلاح. ولم يقل الله سبحانه وتعالى حي على النجاح أو حي على التجارة، بل قال فلاح بمعنى الفلاحة. وهذا دليل آخر أن الإنسان والمسلمون يجب أن يصلي صلاة الصبح ثم ينطلق إلى الفلاحة وليس يعود للنوم، فتوقيت الفجر خطأ. ولاحظ معي في صلاة الفجر تتكون عدد أشطار الأذان من 13، وتكون من نهاية الآذان إلى كلمة حي على الفلاح، الفلاح تحديدا تكون في الكلمة 13. والله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى أن الفلاحة تكون صباحا بعد في باقي الأيام بعد أذان الصبح، لبركة هذا الوقت وعظمته بالنسبة للفلاحة والفلاح. وكذلك يشير إلى أن الآذان في صلاة الجمعة يوم يجتمع الناس، هذا اليوم العظيم يكون للفلاحة. لاحظ معي في الشطر الأول وضحنا أن جاءت كلمة الفلاح أو حي على الفلاح، كلمة الفلاح في الكلمة 13، هذا في الشطر الذي فيه 13. أما في الشطر الذي فيه 12 من الآذان فجاءت كلمة حي على الفلاح في الكلمة رقم 12. فلاحظ معي سبحان الله ظهور جلي وواضح للعددين 12 و 13 وتعلقهم في السنة وفي الكتاب بالعددين 12 و 13 والفلاح. وأزيدكم من الشعر بيتا أن ختام الأذان وهو لا إله إلا الله، وهو الشطر الأخير منه، يتكون من 12 حرفا. فلاحظ معي في الأذان يوميا نكرر كلمة الفلاح 10 مرات، عدا يوم الجمعة يتكرر 12 مرة بتكرار الأذان في صلاة الظهر. وهذا هنا تصبح الإشارة إلى الأذان والفلاح 12 مرة يوم الجمعة، إشارة إلى أن الفلاحة تكون يوم الجمعة لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعند محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي عدد حروف الأذان 112، فهي تشير إلى العدد 12، وهذا يشير إلى الفلاحة ويوم الجمعة والجماعة والاجتماع والصلاة. وأما الرقم 100 نفصله في دروس ومعادلات أخرى، وهو كذلك يشير إلى الفلاحة. وكذلك يشير الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة للعمل والنشاط والاجتماع، وليس فقط للصلاة والنوم والراحة والعطلة، بل قال فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني كانوا يبيعون أو فيه بيع، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ماذا نفعل؟ فانتشروا في الأرض، ولم يقل فانتشروا في قضاء حوائجكم، بل أشار إلى الأرض، فانتشروا في الأرض. وهذه إشارة إلى الفلاحة ولو بسيطة، وسنؤكدها مع باقي الأدلة. وابتغوا من فضل الله، الابتغاء من الأرض من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم ماذا؟ لعلكم تفلحون. فذكر الأرض بعد قضاء الصلاة، وذكر الفلاحة لعلكم تعقلون. فهنا الأرض والفلاحة بعد الصلاة، وجاءت الإشارات بالمئات في القرآن أنه يوم فلاحة بامتياز. ولاحظ معي قوله سبحانه وتعالى الذي ربط الصلاة بزمن معين، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذه كلمة لدلوك وهي تحديد زمني وإشارة بعدة أمور. أولا
لدلوك جاءت في الكلمتين الصلاة ولدلوك في الكلمتين عكسيا 12 و13، وهذا تأكيد على أن الصلاة المهمة جدا عند الله سبحانه وتعالى هي الظهر، وأفضل ظهر هو ظهر الجمعة، وسنفصل في بقية الصلوات. وكذلك إشارة علمية إعجازية عظيمة جدا وهي لكلمة دلوك. أقم الصلاة لدلوك. ما معنى لدلوك؟ هذه الدلوك وتشير إلى البرج، إلى برج الدلو. فلاحظ معي الدلو مكتوبة في الوسط لدلوك، فهذا الدلو هذا برج الدلو، ويشير إلى المياه والعددين 12 و 13. فما هو برج الدلو؟ برج الدلو يكون في الشهر 13، أي الشهر ما بعد شهر ديسمبر، أي شهر يناير، والذي يشير إليه 13، وهو شهر الفلاحة، وهو شهر المياه، وهو شهر العمل، وهو شهر الاحتفالات والصيام والزراعة والفلاحة والحرث، وشهر يناير وأفضل الشهور في العام الفلاحي. سبحان الله، فهو شهر 13. تفاصيل فلاحية: وقت الغرس والماء المبارك والقمر وعلاقته بنمو النزوعات والحصارة ونظام السقي والتقليم والعددين 12 و 13. نذكر بعجالة ومرة أخرى نفصل أكثر. فأفضل أوقات الفلاحة ما هو باليوم؟ هو زمن وتوقيت يكون في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، لهذا الأذان يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولم يقل حي على التجارة. فأفضل وقت مبارك لنمو وعمل الأرض والفلاحة وما إلى ذلك هو الفجر، هو ما بعد الصبح مباشرة، لكون بركة فيه كبيرة جدا جدا جدا. وأفضل يوم للفلاحة في الشهر وهو يوم 12 و 13 من كل شهر قمري، فهذا يحبب فيه السقاية ويزداد فيه النمو أكثر من غيره. لماذا؟ لأنها متعلقة بفيتامينات كونية وقمرية، وهي أفضل الفيتامينات لسحب المياه بطريقة المد والجزر للشجر وتغذيته بأفضل المجالات الكهرومغناطيسية، ويشتد فيها عصارة الشجر والنبات خاصة ليلا وخاصة الليالي البيض والسود 40 يوما منذ 24 من الشهر 12 إلى شهر يناير أو جانفي من الشهر المقبل، يعني متتالي الشهر 12 ثم الشهر 1. فهما فيهما ماء مبارك من الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا لم تفهم كلامي أن الشهرين 12 و 13 فيهما ماء مبارك فاغرسوا فيهما الزرع والشجر، والله العظيم سيكون إنتاج مبارك. باختصار، هنا يجب أن نفهم معنى العصارة أو الماء في النبات أو الشجر، فيكون صعوده ونزوله متعلق بالقمر مد جزر. وأحسن توقيت للتقليم هو في الأيام التي يتحرك فيها العصارة، تكون قمرية لكي لا يموت ولا يجف، لأن أفضل وقت للنباتات والمزروعات والشجر يكون في يومي 12 و 13 من الشهر القمري، عندما يكتمل القمر تبدأ العصارة بالتحرك. فذلك الوقت مهما تفعل للشجرة تكون قوية ومحمية في عدم جفاف عصارتها النباتية، وهذا يكون فيه تستطيع أن تقلم فيه، تزرع فيه، يعني حتى لو تضع الشجرة جديدة بعروق تنقلها من مكان إلى مكان، فيكون هذا الوقت يعني لا يموت فيه الشجر والحصارة، عكس باقي الأيام. نجده مقسم لعدة أشطار، ف 12 شطر في الصلوات العادية، إلا صلاة الفجر فيها 13 شطر، وهي تشير 12 شطر 13 شطر تشير، ولو تعد الكلمات لتلك الأشطار كذلك تجدها 12 13 تشير إلى آذان الثلاث جمعات في رأس السنة، فهي مهمة جدا. فما علاقتها بالفاتحة؟ فقلنا أن إياك نعبد الأولى، إياك قبلها 14، وبعد نعبد إياك نستعين بعدها 14. إياك نعبد يعني جاءت الفاتحة هي أول الصور، فإن الله موجود معنا، فنقول مثل شخص معك، فقل هيا نتعاون، يعني هو حاضر معك، فنقول إياك نعبده وكأنك تراه، إياك نعبده.
فهذه 14 يوم، 14 كلمة في قبل نعبد معناها الله معنا، وإياك نستعين فهي تشير إلى باقي الأيام في الشهر الذي فيه 29 وقليل. لماذا قليل؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم لم تكن في نهاية سورة التوبة، بل كانت في بدايتها، بمعنى الشهر القمري يكون 29 وقليل وليس أكثر، يعني ليس 30 أو 31. فهنا الإشارة إلى أن لما يكون الله معنا في رأس السنة في تلك الجمعتين نقول إياك نعبد وكأنه معنا، ولما يذهب وتبدأ الليالي السود حزنا على ذهابه فنقول وإياك نستعين، لأنه زمنيا نصف الشهر الأول موجود النور لليالي البيض، وبعد نصف الشهر يعني من 14 فما فوق يكون غير موجود النور، ذلك النور تبدأ الليالي السود حزنا، فيقول إياك نستعين، كأنك تتصل وتقول سأستعين بك سواء أنت موجود أو لا. هذه الاستعانة تكون في الغائب. هذه هي الإشارة المهمة، يعني إسقاط لغوي على الإسقاط الزمني والفلكي، وخاصة النظام الرياضي، فهو يكشف كل شيء. فهنا الفاتحة فيها نظام الفتح 143 حرف 14، وكأن الله سبحانه هو الأصل في الأصل. الفتوحات هذه موجودة 3 أنواع: الفتح وفتح القبلة. فتح القبلة لأن القبلة تفتح في أثناء الصلوات، القبلة تفتح في أثناء، هذا هو القرآن الذي يعني دارس هندسة إسلامية وفلكية وعلمية وكونية، وأستطيع أن أؤكد هذا. أنواع الفتح هما 3: الفتح المتكرر اليومي، ويكون في القبلة، الفتح في القبلة في أثناء الصلوات ال5 خاصة السادسة، لأن الصلوات 6 كذلك الأركان 6. فالصلاة السادسة يكون فيها الفتح أكبر من باقي الصلوات، فتم حذف الصلاة السادسة مع حذف الجمعة. وما هي الإشارات والمعاني؟ لماذا نحتفل بيوم الجمعة؟ لماذا هذا اليوم؟ هذه تم حذفها، خطب الرسول تم حذفها، لأنه حذفوا ركن الإسلام لأنه متعلق بالجمعة والأعمال يوم الجمعة، فكانت الزراعة يوم الجمعة، فحذفوا كل ما هو متعلق في أحاديث رأس السنة والجمعة. ابحث ما هي الأحاديث المتعلقة برأس السنة كحدث فلكي، فتجد جميع الحضارات في الأرض تحتفل برأس السنة، فكلهم حسب عصرنا الحالي فكلهم مجانين، إلا نحن المسلمين في آخر الأمة أذكياء نعرف أنه لا شيء، فلا تجد أي حديث، بل بالعكس تجدهم أحاديث تكفر. هو لا يوجد حديث يكفر أو يقدس، ولكنهم يبتدعون آيات أو أحاديث التشبه بالكفار، بما أن الكفار يحتفلون فأنت لا تحتفل. هذا ما تركوه لنا في الإسلام. تقول له أعطيني خطبة غير موجودة، حذفوا كل ما هو متعلق بالزراعة ورأس السنة والجمعة. لماذا نحتفل؟ يعني ماذا تركوا؟ كيف أنا أعرف؟ بالعلم. فالقبلة لديه فواتح، هو أكبر فتح هو الصلاة السادسة، تم حذفها كذلك. لماذا؟ لأنها متعلقة بفهم ركن الإسلام السادس الزراعة، وفهم العيد الثالث وهو الجمعة. فاهمين؟ وتفتح فيها. تخيل معي أكبر فتح في الصلاة لا نعرفه. هذا أعتذر يجب أن تكون درس منفصل، هذا فيه كلام علمي دقيق جدا. الفتح، هذا الفتح المكرر، هناك فتح بالأيام، مثلا يوم مقدس مثلا ليلة القدر فيه فتح لله سبحانه وتعالى. وهناك هذا ما أعرف الأيام. وهناك فتح رأس السنة وهو الأكبر والأعظم على الإطلاق زمنيا وقيمة. هذا الفتح الأول، ثم فتح الصلوات هو الثاني، ثم فتح الأيام هو الثالث. فتح الأيام مثلا يوم مقدس، عيد، الشعائر في الحج، مثلا في عرفة،
ممكن يعني يكون هناك فتح في هذه الأيام، ولكن الفتح الأعظم الذي أعطى الله قيمة له في الصور، سورة الفتح تتكلم عليه، سورة الفاتحة الأولى والثانية سواء في الفتح أو في الفاتحة تتكلم عليه 4 سور. ثم النصر تتكلم عليه، هو التوحيد. النصر ما معنى النصر؟ النصر في رأس السنة. الإخلاص تتكلم عليه، يعني عديد. وللأسف نحن لا نفهم تفسير القرآن لكي نتأكد أكثر، ولكن اعذروني يعني كل مرة نحاول أن نبين شيء يعني، وأنتم أركبوا هذه الأفكار. وتاريخ اليوم هو 25 شهر 12، يعني أتكلم في بداية الليالي البيضاء في سنة 2025. وبعد تركيب هذه الدروس ستتضح لكم الأمور أكثر للجدد أو للذين لا يقبلون التجديد. ثم اجمعوا هذه الدروس وفكروا وقارنوا، ستجدونها متطابقة مع ما يقوله القرآن. وأصلا لماذا قال سبحانه وتعالى في القرآن إن عدة الشهور 12 شهرا؟ ركز معي، هناك أحداث فلكية هي التي تحدد الأحداث الشرعية للإنسان. لماذا؟ لأن هذا النظام الكوني هو الذي يتحكم في الإنسان والمادة والكائنات في هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعلم بأنه هو من خلق هذا الكون، وهو من وضع هذا النظام الإسلامي. خلق الكون والإنسان والجماد ووضع لنا هذا النظام. فعندما يقول 12 شهرا، هناك حدث فلكي يدور الدوران، هناك شيء يدور. لاحظ معي الدوران هنا، بداية الدوران. بداية الدوران الأول يكون هكذا، فيكون قبل انتهاء الدورة الأولى يكون الأشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم في الأرض والدوران في الفلك. فنمضي، هي الأشهر الحرم 4. ففي الدورة الأولى يكون شهر واحد، ثم بعده 4 شهور لا يوجد شيء، ثم الشهر الثاني، ثم بعده 2 أو 3، ثم الشهرين الأخيرين لرأس السنة. لاحظ معي، فلكيا الله سبحانه وتعالى من خلق ووضع نظام للكون ودورانه واشتغاله. في الأرض الله من خلقنا وخلق ما حولنا في هذه الأرض، وهو من وضع الشريعة الإسلامية وأنزل القرآن. فهو يشتغل هذا النظام الكوني أو الشريعة تشتغل بنفس النظام. فالزمن هنا في الفلك هو نفس النظام في القرآن داخل الشريعة. فالدورة الأولى، لاحظوا معي، لماذا قال الله سبحانه وتعالى 12 شهرا؟ إن عدة الشهور عند الله 12. لماذا 12؟ فهو يشير، لماذا لم يقول سنة؟ والسنة فيها باليوم أو بالساعة أو بسنة واحدة. لماذا قال ركز على 12 لقيمته؟ هذا توضيح لل12. التوضيح الثاني الذي لا يعرفه المتابع الكريم، لاحظ معي، هناك دوران فلكي. هذا الدوران فيه دائرتين، يعني فيه مثل سلسلة، يعني سكة أو خط أو مدار أو عجلة تدور. لما تدور مرتين في السماء في الفضاء تعتبر سنة في الأرض عندنا. الله سبحانه وتعالى وضع الدائرة الأولى فيها شهر محرم واحد حرام، والأشهر الحرم 4. إن عدة الشهور عند الله 12، منها 4 حرم. فالدورة الأولى فيها واحد قدسه الله، رفعه الله، لأنه شهره هو ينزل فيه. الشهر الأول فيه التوحيد، وفيه سورة الإخلاص، وفيه سورة الفاتحة، وفيه سورة التوبة. هذا الشهر الأول. ثم الدورة الثانية، وفيها ببداية الدورة الثانية هذه دائرة فيها شهر واحد، ثم ببداية الدورة الثانية فيها شهر آخر، هذا الشهر، ثم في نهايتها موجود 2 حرم، فيكتمل العدد 4. فالأشهر الحرم في القرآن أو في الكون هي نفسها زمنيا، فقط ينقصنا أن نفهم الزمن. لماذا قال 12؟ فهناك تكتمل الدورتين. ففي كل دورة نسميها جمعة،
هذا هو سبب الاحتفال بها. ففي كل دورة جمعة، وأفضل جمعة سماها الله سبحانه وتعالى حسب النزول. في الدورة الأولى سماها على المصحف، حسب صور المصحف، فهي كانت الأولى. لماذا؟ لأنها في البداية. ثم الدورة الثانية وتكون لأني قلت لكم أن لكل صورة 3 أيام. فالفاتحة الأولى لو نعد الصور نجد أن الجمعة، صورة الجمعة حسب المصحف نجدها في الترتيب 62. نضرب 62 في 3 أيام، يعني كل صورة ب3 أيام، فنجد أن عدد الشهور نجد في تلك الدورة ب6 شهور، فنجد الشهر يشير إلى الشهر السابع، أي الشهر رجب. لهذا نجد شهر رجب منفصل عن باقي الشهور. لماذا هو منفصل؟ لأن الدورة الأولى تبدأ من هنا وتنتهي هنا، ثم الدورة الثانية تكون فيها شهر رجب وفيها الشهرين الأخيرين، فتصبح 4. فالله سبحانه وتعالى أعطى قيمة فلكية في دوران هذا الكون بالدورة الأولى، وهي إشارة إلى الجمعة الأولى، والدورة الثانية وهي إشارة إلى الجمعة الثانية. لهذا يعظم تعظيم شديد الزرار والأعياد في رأس السنة، خاصة عند الأمازيغ حسابهم صحيح. فتكون عيدهم يجب أن يكون منذ أن خلقت هذه الأرض في الجمعة الأولى. والله سبحانه وتعالى لم يذكر الخميس، الأربعاء، الثلاثاء، الاثنين، بل ذكر الجمعة. لما ذكر السبت ذكره لليهود والجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة تشير إلى تلك الدورة الزمنية الفلكية، وفيها اليوم الجمعة هو اليوم السادس. هذا اليوم السادس سمي، أو يوم الجمعة سمي على تلك الجمعة أو الدائرة. ففي العام هناك دائرتين. لا أستطيع التفصيل في هذا، ولكن أفتح قوس كعنوان لدرس ممكن نشرحه لاحقا، أنه دورة لله سبحانه وتعالى ودورة للشيطان في تفسيرها، يعني للمؤمنين ودورة للكفار. ثم النهاية، فذكر الله الجمعة مرتين في مناسبتين حسب المصحف وحسب النزول، في مكانين منفصلين. ولو تضع الهندسة، لماذا قلت لكم يجب أن ندرس الهندسة المقدسة؟ فأنا أشرح هذا، لا تقول لي ما عندك يعني أدلة. قلت لكم سابقا أني فتحت دورة في الهندسة. ستجد في الهندسة أن الجمعة الأولى في نظامها وضعت في نفس النظام الزمني والفلكي للجمعة الثانية. يعني سابقا كتبت لكم، رأيت مقطع في صدفة صراحة للشيخ بسام جرار، وقلت كان لا أعرف أين وضع هذا المقطع، يعني كمنشور أو في فيديو، يعني قبل سنوات رأيت هذا. فقال أن الشيخ بسام جرار قال أن ترتيب النزول غير دقيق أو غير علمي، المهم لا نعتمده. قلت أنا في منشور سابقا، ممكن في القناة، ممكن في منشور، رديت عليه وقلت له أن الصور حسب النزول ثابتة وصحيحة ولدي الدليل. الآن وصلنا إليه، يعني من قبل لا يعترفون أصلا بهذا الترتيب، ترتيب الصور التوقيفي حسب النزول، أو يعني هم يعترفون حسب المصحف، لا يعترفون حسب النزول. ولكن أنا ما أقوله ما وجدته فلكيا بعد دراستي لهذه السنة. تأكدت يقينا أن الجمعة الأولى هندسيا في الدوران الفلكي الله سبحانه وتعالى سماها الجمعة وذكرها ووضعها في دائرة واحدة داخل فيها دائرتين. فاهمين؟ هناك دائرة وهي النظام الكوني، وهناك دائرتين، بمعنى لو تكون عجلة، هذه العجلة تكون كبيرة، فهذه العجلة الكبيرة تدور وعجلة وسطها تدور، فيلتقيان كلا العجلتين يلتقيان أين؟ في رأس السنة.
فكانت الجمعة الأولى في الترتيب 62، والجمعة الثانية كانت قبل 3-4 سور من نهاية القرآن، كذلك نفس النظام على سورة الفاتحة بعد رأس السنة حسب النزول. فاهمين؟ وأستطيع أن أثبت هذه العلاقة لما نصل لها في الهندسة المقدسة. ستلاحظون هذه العلاقة بعدة أنظمة، يعني بعدة حساب زمني أو حساب بالمخططات الهندسية الفلكية، ستجدونها نفس النظام. يعني بما أنها ليست لديكم حاولت أن أشرحها لكم. فاهمين؟ سأعطيك دليل وإشارة عظيمة من شيء في السنة. دائما ما يسمى السلف الصالح، يعني القدماء، دائما كلما أردت الحقيقة فتوجه عكسهم. هناك صلاة حذفت تسمى صلاة الرغائب. هذه صلاة الرغائب تثبت كلتا الدائرتين والنظام الزمني للجمعتين. وصلاة الرغائب تثبت الصلاة السادسة. الله سبحانه وتعالى جعل صلاة سادسة تم حذفها بطريقة فقهية. دائما ما يستعملون الآية والحديث لإلغاء العلم أو إلغاء أو تكفير الآخر أو تكفير المناسبات. فمثلا رأس العام سأعطي أكثر من 20,000 دليل من القرآن والكون، ولن تجدوا دليل يقدس هذا العام رأس العام. ما معناه؟ أنهم حذفوا العلم، وكل من يقترب إلى تقديس أو فهم يقال له كافر مبتدع، وينكرونه أصلا من بعض. دائما ما يدسون في كل مرحلة، يدسون شخص أو شخصين يحاول أن يكفر الطرف الذي يريد أن يكتشف أو الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة، ويعملون ما هو اتهامات وما إلى ذلك. فصلاة الرغائب متى تكون؟ بداية الدورة الثانية تكون في شهر رجب، في الشهر الحرام الرابع، ولهذا وضعت 3 أشهر في رأس السنة، والشهر الرابع الشهر الحرام تقديسا إلى هذه الدوائر الزمنية، ووضع في بداية الدائرة الثانية. بمعنى، لاحظ معي، دائرتين زمنيتين كل واحدة تحمل 6 شهور، إشارة إلى يوم الجمعة، إلى اليوم السادس، إلى العيد الثالث في الإسلام بنص الحديث. فبداية الدورة الأولى يكون فيها شهر واحد محرم، قبله يوجد شهرين لكن لا ينتمي. لكن الدورة الأولى تكون فيها شهر واحد تقديسا للآحد الواحد الأحد، ولهذا جاء فيها في رأس السنة الإخلاص والنصر والفاتحة والثبت الرياضي والفتح الأكبر وما إلى ذلك. تنتهي، ثم تبدأ الدورة. لما تبدأ من رأس السنة، ففيها الشهر رجب الشهر الرابع، لماذا 3 وحدهم ثم الرابع، ثم يبدأ 1 إشارة إلى الواحد الأحد، إلى الفتح الأوحد إشارة إلى الله، ثم في نهاية الدورة متوفر شهرين آخرين. بمعنى دائرة واحدة فيها 1، ودائرة 2 زمنية فيها 3 شهور. فالله ماذا قال النصارى؟ ثالث 3، أو الثالث الثابت الرياضي الإقليدس 3.14. فالله سبحانه وتعالى دائما لماذا يعبد في الأقوال والأزمان ب3؟ لأنه يشير إلى وحدانيته، حتى اتهمته وقالت النصارى ثالث 3. وهذه الثالث 3 فيها علوم أخرى. فجعل القبلة في نظام زمني، أوقات الصلوات في نظام زمني، الفتح في نظام زمني. هذا النظام كانوا يدركوه سابقا، فاتهموا الله يقول في القرآن دون ما قيل فيه أنه ثالث. نشرحه لاحقا، هذا توضيح فقط. فالدائرة الأولى فيها 1 شهر، الدائرة الثانية 3. لهذا جاءت هناك بعد بين 3 أشهر 3 ثم الشهر الرابع الحرم. ولهذا جاء
12 لأنهما يلتقيان كلاهما في رأس السنة. ولهذا جاءت صلاة الرغائب في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن بداية الزمان والخلق وجاءت فيه الأرض وتذهب فيه الأرض، يعني يوم القيامة في الجمعة. فكانت الجمعة مقدسة عند الله، خاصة في رأس السنة، لكننا لا نفقهها للأسف. نحن نفقه ما قاله الشيخ. هذا الشيخ الذي لم ولن يدرسك في الفلك، ولن يدرسك في معاني الحروف، ولن يدرسك في الإشارات أو القراءات الربانية. نقل بدون عقل، وهؤلاء هم تعريف أئمة المخابرات الغربية الذين يريدون القضاء على العقل والعلم في فهم القرآن. وجميع المراكز الشرعية يتحكمون فيها لإدراس وتدريس مثل الأزهر لحذف العلم الواقعي، العلوم التقنية والطبيعية وما إلى ذلك. فالقرآن لا يفهم بدون كون وبدون علم وبدون عقل. فإذا لم تربط هؤلاء لن تفهم. فصلاة الرغائب تشير إلى الصلاة السادسة، يجب أن نفتح قوس ونشرحها وحدها بدرس منفصل. صلاة الرغائب متى تكون؟ يوم الجمعة. موجودة. سيقول لك هناك من ضعفها العلماء. أنا أضحك من كثرة معرفتي بأنهم جهال، وسيأتي يوم لو تفهمون ما أفهم ستقولون عنهم أشياء فظيعة لا أستطيع ذكرها، وستتمنوا لو تحاسبوهم على تضييعهم لهذه الأمة وشبابها وعلومها وقرآنها وتضليلكم بالنقل بدون عقل. ستعرفون أن الجمعة تبدأ هذه صلاة الرغائب، لأن سيقول لك ضعيفة مش ثابتة، قال العلماء. هذو العلماء لا يفقهون في شيء، هذو ما عندهم أي علم، هذو لا أريد أن أطعن فيهم احتراما لكم حتى تفقهوا ما أفقه، لكي بعدين أنتم ستحكمون عليهم. هذه تكون الرغائب موجودة. متى؟ لنفترض أنها أسطورة، هذه صلاة الرغائب أسطورة. متى حددوا هذه الأسطورة التي جاءت من الفضاء؟ يعني دخان بدون نار. جاءت في يوم الجمعة وهو بداية. وأزيدكم من الشعر بيت: لو تعدون ترتيب سورة الجمعة في حسب المصحف 62 تضربوها في 3 ستصلون إلى تاريخ صلاة الرغائب تحديدا. فكيف الزمن والهندسة والقرآن وترتيب سورة الجمعة في القرآن حسب المصحف تشير إليها، وذلك هو زمنها. وماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها القدر والإخلاص لله والتوحيد لله. لماذا؟ لأنها في بداية الدورة، لأن الله يحب تقديسه في تلك الأشهر الحرم، لأنها وضعها أصلا في مكانين، لأنهما يشيران إلى زمانين فلكيين في السماء. طيب، هذه الأسطورة صلاة الرغائب كم ركعة فيها؟ تصلى مثنى 12 ركعة. هذه صدفة بالجمعة و12، والصلاة الجمعة تقام ب12 على الساعة 12، ويجب أن يتوفر 12 إمام، والنوافل 12، وتكون الشهور 12، ورأس السنة بين 12 13. إذا أردتم أن تستعملوا عقولكم فسننجح في تجديد هذا الإسلام وفي فهمه وفي فهم جوهره وفي فهم علومه. لأن لو كان الفرق بيني وبين غيري، لو كان هدفي هو شرح القرآن فقط، ممكن أواصل يعني، لكن أنا أريدكم أن تصلوا لما بعد فهم القرآن، أن تجعلوا هذا القرآن نورا يمشي أمام عقولكم وليس وراء ظهوركم. ولو تبحث، أعطيك دليل آخر، لو تبحث في صلاة الرغائب تجدها يقولون لك في شهر رجب
وهذا دليل على وجود دورة ثانية تقسم السنة إلى 2. والشهر المحرم يكون في الشهر الأول من رأس السنة وحده في الدائرة الأولى، والدورة الثانية تكون شهر رجب هو الشهر الأول في الدورة، وتكون صلاة الرغائب في شهر رجب، هذا دليل أول. تكون يوم الجمعة، دليل ثاني. تكون 12 ركعة مثنى 12، وهذا دليل. وقال الله سبحانه وتعالى: وتكون بين المغرب والعشاء. لماذا بين المغرب والعشاء؟ لأن المغرب 3 ركعات وما تبقى 14، أي 3 زائد 14 يساوي 17 ركعة. وكذلك اليوم في الإسلام يبدأ بين المغرب والعشاء. أتمنى أكون قد وضحت هذا. هناك الحدث الفلكي، أحاول ممكن أضيف يعني معلومة في الحدث الفلكي. سأعمل دائرة هكذا أو هي تكون في الأصل هكذا. الثابت الرياضي هو الذي يتحكم في تلك الدوائر، فهي في الأصل دائرة واحدة فيها دائرتين يلتقيان، يكون هناك تناظر مثل نصف قطر الدائرة لما نعمل دائرة ونصف القطر، فتكون هناك. هذا لا أستطيع شرحه، أعذروني، حاولت. يجب أن تدرس الهندسة. في الهندسة حاسبني، إذا وجدت خطأ في الهندسة الإسلامية تعال تكلم معي. لهذا قلت لكم فيها مخططات وفيها خرائط وفيها شروحات. علم آخر لا نستطيع أن نشرحه باللغة، يعني علم هندسي يحتاج إلى أدوات هندسية ومخططات هندسية. وإذا أصلا ستصدمون، أنا متأكد أن ستصدمون. جهزوا أنفسكم إلى مش الصدمة الأولى، الثانية والثالثة، ممكن الرابعة، يعني الصدمة في 4. بمعنى أن المنهج الزمني أو الزمن الجميل دينار الجزائري لما يتكلم معك يتكلم بقال الله، يشرح لك ماذا قال الرسول، وهذا حديث لصلاة الرغائب. وأزيدكم حديث أن الدعوة في شهر رجب مستجابة، فيه حديث. لماذا؟ لأنه الشهر الأول من السلسلة، من الدائرة الثانية، لأنه الشهر الأول، لأن فيه صلاة الرغائب، لأنه فيه الخط الذهبي، لأنه فيه 12 ركعة إشارة. فسبحان الله، لاحظوا معي، رأس السنة الأولى حذفوا كل شيء، ولكن السلسلة الدائرة الثانية تركوا فيها رجب وفضل استجابة الدعاء في رجب وتفاصيل كثيرة. فلاحظوا رأس الدائرة الأولى، رأس السنة لا توجد شيء، حتى الحج نقروه. كان الحج في رأس الدائرة هنا حذفوه. كيف حذفوه؟ لا يستطيعون حذف الحج وحذف الكعبة وحذف الأحاديث التي تشير، لأنه ركن كبير ولا يقدم الإضافة العلمية لما تروح تحج وتأتي، ولا العملية. ركن الزراعة فيه فائدة للأمة فحذفوه. أما ركن الحج فتركوه. فكيف حذفوا؟ لما حذفوا الجمعة وبعض التفاصيل العلمية في الإسلام وفي معاني الحروف وما إلى ذلك، وكل ما يشير إلى رأس السنة حذفوا كل شيء. ثم ما هو الدليل؟ أن رجب هو رأس السنة الثانية، تركوا بعض الأحاديث عليه. هذا ماذا؟ وصلاة الرغائب حذفوها، وصلاة السادسة حذفوها. فهذا يشير إلى رأس السنة الأولى. فكيف رأس السنة الأولى لا يوجد شيء إطلاقا إلى الحج؟ ثم ماذا فعلوا في الحج؟ غيروا الزمن، أصبح الحج يدور والصيام يدور. هذا هو الذكاء والدهاء من اليهود، من أئمة الخبيب القدماء، كيف تلاعبوا بالإسلام. فلما تلاعبوا، وذو الحجة يجب أن يكون في رأس السنة وثابت، وأقول لك ثابت بنص علوم جميع الحضارات إلا حضارة الشعر والغبر. حضارة قال شيخي حذفوا رأس السنة، حذفوا الصيام في رأس السنة، حذفوا النحر في رأس السنة، وسأثبت هذا من القرآن بقال قال الرسول. والحج لم يستطيعوا حذفه، وليست لهم أهداف لحذفه. هم يحذفون الشيء الذي فيه إنتاج، فيه عمل، فيه اجتهاد، فيه خوف عليهم. فماذا فعلوا؟ غيروا. لماذا الحج؟ الحج بالعكس هو كل المداخيل تنفق على هدم الإسلام والمسلمين. الحج هو أصبح مثل لاس فيغاس، الناس تذهب وتعود لا تفهم ولا تنتج.
هل تنتج شيء من الحج؟ لا، بل بالعكس تنفق تدعم السياحة وما إلى ذلك. الحج مرة نعم، الحج في هذه الأمة، في حالنا في هذه الأمة لا، حاليا يعني صعب، الظروف تغيرت، فلو كان رسول الله لا ألغاه على الأقل لتتحسن الأمور. فيعني هو إنفاق كبير، والأولوية للصحة والأكل، وليس لمن استطاع إليه سبيلا، بقول الله سبحانه وتعالى: من استطاع. نحن لا نستطيع، ولكن نحن أصبحنا نستلف ونحج ونكرر الحج، وأولادنا وجيراننا وأمتنا في حروب وفقر وضياع. فالأولى أن ندعم الدول الضعيفة والأمة بالمشاريع التي تنتج. فكان المشكل أن يحذفوا كل شيء ينتج في القرآن، سواء فهما أو تحكما في الكون. لماذا قلت لكم ما بعد القرآن شيء مهم؟ لأنه تتحكم، تصبح أنت السيد في هذا الكون. فتلاعبوا فقط بالشهور، فألغوا الصيام أصبح ليس في وقته، وألغوا الحج ليس في وقته. بالله عليك، هل رأيت ركن يقدس الله؟ ومن يقدس الله شعائره في تلك من تقوى القلوب. هل رأيت ركن يعني الله يستدعيك لطاعته فتنفق أجرة سنة كاملة؟ والله لا يطلب الأموال. أي دين يطلب أموال فذلك ليس دين. فتدخر لتحج، هذا أولا، يعني إنفاق فوق، يعني أولادك أمتك أولى بهذا، أمتك أولى بهذا الحج. يعني تذهب إلى عمل مشروع بتلك الأموال أفضل. هذا أولا. ثانيا، تذهب تعبد الله في الحج في أي وقت في السنة عدا رأس السنة، هذا خطأ. فالحج أشهر معلومات، ولما يذكر الله الأشهر فقد اختص 12 شهرا بالحرم، والحرم الثلاثة المجتمعة خير الأشياء آخرها. فكان الشهر الثالث وهو شهر محرم، وهو شهر يكون في رأس السنة، هو المختص بالحج. وسنفصل ركن الحج في درس منفصل، وكل الأدلة تثبت ذلك. فلما حركوا الشهور تحرك الصيام وتحرك الحج. لماذا؟ لكي يحذفوا المعاني السامية لرأس السنة. فلو تلاحظون بارك الله فيكم ادرسوا التاريخ، يعني أنت أفضل من الفراعنة الذين سيطروا على هذه الأرض قرون. مماليك، كل ملك عائلته تمسك عشرات ومئات وآلاف القرون. لما وصلوا له؟ فتأتي أنت بدون علم وبدون أي عالم وترفع علماء الشعر والبابور يروحوا يحفظون حديثين ناقصين منقولين، يعني إسلام موروث بدون فهم، ويأتي يقول لك هذا عالم. فلما اعتمدت الأمة بدعم مادي وإعلامي الشخصيات وكتب شخصيات، فقدنا الإسلام وجوهره. هذا أقوله بما أني فهمان، بما أني أستطيع أن أرد، بما أني أستطيع أن أعيدك إلى الصف الابتدائي في أي علم. فلما الأمة ترفع علماء يحفظون حديثين وتفسيرين، لمن؟ لجهال قبلهم، وهكذا. من هو المصدر؟ هو الذي تلاعب بهذا الإسلام. ففواتيح الصور 29 تشير إلى ب14 حرف مكررة تشير إلى الفتح، ولهذا سميت فواتيح الصور، ولهذا جاءت الفاتحة باسم الفاتحة الفتاح. لكي لا أطيل عليكم نواصل في درس آخر إن شاء الله، وعلاقته برأس السنة. للتأكيد رأس السنة وأنه فتح للفتاح للفاتحة للفتح، سأعطيكم دليل آخر وسيكون الأخير في هذه الحلقة أو هذا الدرس أو هذه المحاضرة، لتتأكدوا أننا لا نفهم شرح القرآن ولا نربطه بالكون. عندما نذهب إلى سورة النور، الله نور السماوات، في هذه الآية
رقم 35 يقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآيات. لو كنا نفهم أدنى درجات العقل، نستعمل فقط قليل من العقل، ونقارن كيف فسرها كبار العلماء والسلف من جهة، وتفسرها بقليل من الفهم والذكاء، قليل، مش يعني لازم تكون شيء. لاحظ معي، يقول الله سبحانه وتعالى: الله، هنا اعترف ووضح وأعلن نفسه. الله نور. هذا النور لو تبحث عند أي جاهل ستجد أن النور متعلق بالقمر. لما يقول الله النور في القرآن معناها القمر. لما يقول الله عن نفسه الله غير مدغم غير مخفي واضح باسمه، الله نور. الله، ركز مع رأس السنة، يقول نور، الله نور، يعني الله قمر، الله نور السماوات والأرض. هل السؤال هنا العقلي، أنا أعطيكم سؤال، فسر هذا علماء السلف الكبار أنه نور القلب في الجسد فيضيء هذا الجسد. لو استعمل العقل، الله ذكر اسمه وليس الجسد، ذكر اسمه نفسه. النور يكون متعلق بالقمر، لأن النور في القرآن دائما متعلق، حتى أول مرة ذكر النور ذكر معه نفس الآية القمر. السماوات والأرض، أعطيني من يضيء السماوات والأرض. هل هو قلب الإنسان وجسد الإنسان وروح الإنسان والطاقة، ما يسمى الطاقة الإيجابية؟ يعني أنا في هذا الحي، في هذا السكن، أضيء السماوات والأرض. من يضيء؟ هل يضيء القمر السماوات والأرض بزاوية 360 درجة، أم يضيئها القلب؟ لو تبتعد عني 5 مترات في الليل لا ترى ضوئي ولا عيوني، ولو كنت شعل مصباح لن تراني على بعد أمتار فقط، فما بالك تضيء السماوات والأرض. الله ذكر نفسه النور للقمر، السماوات والأرض، فهي مساحة كبيرة لا يستطيع الإنسان إنارتها. ولما يقول لك الله النور، لما يقول لك الله النور، فالنور يكون مثلا في المنزل ليضيء، النور يكون مرتفع، لا نضع النور تحت الأقدام أو تحت الطاولة أو الأدراج أو في الزوايا، النور يكون مرتفع فوق. فالله هنا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. هو يصف لك الزجاجة والضوء الذي داخل الزجاجة كمثال، ولله المثل الأعلى، فهو يشير أن القمر نور كمصباح، يعني المصباح ضائري ويكون علوي ليضيء السماوات والأرض، كذلك المصباح يكون علوي وفيه الزجاجة، يعني حتى القمر يكون كمصباح ضائري يطلق النور، يكون علوي. فاهمين يا؟ فعندما يقول الله نور السماوات والأرض فمعناه الليالي البيض في رأس السنة. فسورة النور جاءت لتثبيت رأس السنة، ورأس السنة يكون في آخر الخريف. لهذا قال زيتونة في نفس الآية 35 من سورة النور: زيتونة لا شرقية ولا غربية. ذكر الزيتون، والزيتون يكون عطاؤه في آخر الخريف، يعني في رأس السنة. فاهمين؟ وعندما قال لا شرقية ولا غربية فهو المسار، القمر يخرج من الشرق ويغرب في الغروب، أو أن القلب أو الإنسان هو الذي يشرق ويغرب. شرقية وغربية هو مسار القمر، يطلع علينا بدرا في نهاية الخريف ويغرب علينا في الليالي السود. هذا هو التشبيه. مسار القمر الفلكي، لهذا قلت لكم يجب أن تربطوا القرآن بالفلك، ولا يوجد أي عالم دين لديه شعرتين يشرح الفلك. فكيف تريدون فهم القرآن من خلال ضوء واحد ما عنده أي علم؟ يعني بتشغل فقط العقل تكتشف. أنا متعلم أمور كثيرة، ولكن أنت بمجرد أن تفعل العقل ستكتشف أن صحيحة. كيف الإنسان شرقية ولا غربية؟ من الذي لديه علاقة بالشرق ويغرب بالغرب؟ هو لم يقل يغرب، لكن ما هي علاقة الشرق بالغرب؟
هو خروج القمر وغروبه. هو يتكلم عن مرحلة سورة النور على رأس السنة والليالي البيض، الحدث الفلكي في أطول ليلة لقيامها وأقصر نهار لصيامه. هو يتكلم على آخر ذو الحجة للذبح وقص الشعر وطاعة الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والدخول في دينه إذا لم تكن مسلم. فمن يضيء المشكاة تشبيه هو الزيت. تكلم عن الشجرة، كلمة شجرة، الشجر متى يكون السكون وتساقط الأوراق ونبدأ في حاجة الشجر لإشعال النار يكون في الخريف وخاصة في آخر الخريف وبداية الشتاء. فهنا التشبيه أنك تحتطب أو تلتقط تجني الزيتون وأنت تتأمل نور الله في ليالي البيض في رأس السنة. كذلك كلمة النور جاءت قبل سورة النور 12 وبعد سورة النور 12 تشير إلى الشهر الثاني عشر في آخر السنة. كذلك أمطار الخريف يجنى ويحصد الزيتون بعد الأمطار أفضل، لكي بعد نزول الأمطار ب12 يوم يبدأ الحصاد. نفس السياسة التي اكتسبناها في الحضارات السابقة أنصحكم بها، وهي عدم الحرث وعدم السقي من رأس السنة إلى الجمعة الثانية، ثم يبدأ الحصاد أو الحرث في اليوم الثالث عشر، يعني انتهاء الليالي. هذه القاعدة. وعلميا أي شجرة تسقيها كرر لها السقي لو كانت مثلا في الصيف أو 12، لأن اليوم الثاني عشر الثالث عشر هو سكون أو يعني صعود أو نزول الماء في الكائن النباتي وغيره. نشرح هذا في درس منفصل. كذلك سورة النور، على ماذا سأتكلم؟ أعطيكم ممكن ملاحظة فقط للاستشهاد الواقعي، لأن المنهج الزمني يحلل لك الفلك، يحلل لك الآيات، يحلل لك الصور، يحلل لك الهندسة والواقع، خاصة نربطها بالواقع لتدرك الحكمة. سورة النور تحكي على الزنا، على الفاحشة. فبارك الله فيكم وأنتم أعلم ممكن حتى مني متى تكون الفاحشة إن لم تكن في رأس السنة. فالكفار ومن يتبعهم من المسلمين يحتفلون بها في رأس السنة. سورة النور معناها نور الله، فماذا يفعل الكافر؟ فيزني تحت هذا النور فيحملون الفاحشة. هل تدركون ماذا يفعل الكفار لرب المسلمين في الشهر الحرام؟ يحرم حتى الغضب، وسنتكلم هذا لاحقا. يحرم حتى القتال ولو كان حقك، يحرم حتى رد المظالم بالقوة وما إلى ذلك حتى تنتهي الأشهر الحرم. فماذا يفعل الكافر؟ فيفعل الفاحشة وما لذ وطاب من محرمات عندما يأتي وينزل الله سبحانه وتعالى ويفتح لنا نوره، وسمى سورة باسمه سورة النور، وأصلا النور هو اسم من أسماء الله، وذكر نفسه الله نور السماوات. الله ليس تفسيرهم الذي فسروا أنه دخول الروح في الجسد والقلب وتلك الترهات. فعندما ينزل الله جعلوه الكفار عيدا للفاحشة. والزمن الجميل المنهج الزمني يبين لكم أنه شهر مقدس، ونصوم فيه ونحج فيه ونتعبد إليه ونجتمع اجتماعا لا غياب فيه في رأس السنة، الجمعة الأولى والثانية، ونوحد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا في الدورة الثانية. وفي الدورة الثانية سورة القدر والإخلاص وما إلى ذلك. فلاحظوا معي الكافر ماذا يفعل، والله ماذا قال. لهذا الكفار القدماء تلاعبوا بالإسلام لكي لا تعظموا الله في رأس السنة. فالله نور السماوات والأرض من أعظم وقعا على النفس والروح والمسلم هذه الصورة التي بقيت، يعني لو تلاحظون فقط
الله نور السماوات والأرض هو الذي يوضع، فلا تفعلوا فيها الفاحشة. لكن الكفار يعلمون التفاصيل، يعلمون هذه التفاصيل، وهم من وضعوا لنا في الإسلام حذف هذه الجمعات وحذف هذه المقدسات. لماذا؟ لنتيه في الأرض. جاءكم مجدد إن شاء الله. يا رب أجد من يدعو معي ويساعدني، ومن يتلقى هذا ولا يضيع هذا العلم، ثم سيخرج علينا منهم ممن وضعوهم شيوخ تل أبيب سيكفرون ما أقول وسيكفرونني وما إلى ذلك. فهذا النور القمر صرح الله سبحانه وتعالى في نص الآية وقال عنه أن القمر هو النور، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني الله من أنزل النور، هذا متعلق به، يعني الله أنزل هذا النور، سواء النور لهداية البشرية أو ما إلى ذلك. ولكن لاحظ معي الإشارة الأولى أن الله من أنزله. الإشارة الثانية وهو التصريح بجمع بين النور وبين القمر في قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. بمعنى أنه لا يقصد الشمس بل يقصد القمر. فدائما ما نجد القمر مرتبط بالنور، وهذا كان في سورة نوح الآية 16. فالنور هذا مرتبط بالله، وهو يمتد إلى القمر إلى سائر الكائنات. ولعلمك لحد الآن لم يكتشفوا نظام عمل القمر وتفاصيله وخصائصه، فهو يشتغل بنور الله. فلاحظوا معي كيف أؤكد بالعلم الدين. فهنا المقصد من سورة النور أن القمر يتحكم، كما قلت سابقا في هذا الدرس، أن الفلك هو الذي يتحكم في النظام الإسلامي، وهو يتحكم في الكائنات الحية في هذه الأرض وهذه الشريعة الإسلامية. فعندما يقول لك الله افعل كذا أو لا تفعل كذا، ليس معناه إذا لم تفعله كافر وإذا فعلته فأنت سلفي. المقصد عندما يقول لك الله شيء فهو لصحتك أنت، لفائدتك أنت، لكي تنجح ولا تمرض وتكون في أحسن حال بعطاء الكون لك حسب ما أمر الله وخلق الله به هذا الكون وهذا النظام وهذا القرآن. فاهمين؟ يعني لا نتخذ من الإسلام تكفير وتحليل، فهذا فهم ما يسمى السلف، يحكمون على الأمور بدون فهم أصلا، كفر وحلال، أو هذا ضال وهذا مشرك وهذا، يعني هم يحكمون بميزان، هذا الميزان ليس بميزان الفهم، بميزان العقل. الله سبحانه وتعالى لا نحكم عليه بهذه الصفة أو الشريعة الإسلامية، بل نحكم عليها أن هذه الشريعة هو نظام علمي فقط. يعني الله يفتح لك البرد في فصل فأنت تلبس ملابس، فاهمين؟ فهو يحذرك، يقول لك يعني يجب أن تزرع لكي لا تقحط هذه الأرض وتموت أنت والبشرية معك وهذه الأمة، فأنت تروح تعمل، لا تخالف، لأنك إذا خالفت تنتهي هذه الأمة كما انتهت أمة يعقوب ويوسف عليه السلام في ذلك الوقت. يعني الناس ضاعت. يقول لك في رأس العالم، في رأس السنة، طعني تقرب لي بالحج إذا عندك، إذا ما عندك مش مشكلة، إذا عندك تروح تزورني في الحج وتعمل تضحي وما إلى ذلك. إذا عندك ما عندك استغفرني لفظا فقط كافي، صلي فقط بعض الدقائق. لماذا؟ لأن الله يفتح النور في هذا الكون في محطات في أوقات معينة لتستمد منه الإيمان. الله لم يكلفك بالشقاء أو يكلفك بالزاوية التي ينظر ما يسمى السلف، ينظرون إلى الأشياء بالكفر والشرك وما إلى ذلك. هم لا يفقهون معنى أي حرف أو أي شهر أو الفلك أو، لكنهم في هذا الإسلام المنقول جاء للترهيب والترغيب. أما المنهج الزماني فجاء للتوضيح والتعليم. وأنت يعني ستعرف أن الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى أرحم منا وأعلم من جميع هذه الحضارات. وكل هذه الحضارات تعرف هذا، إلا حضارة الوبر والشعر فهي تنفي هذا. يعني لو تبحث في أي حضارة ستجد ما أقوله حرفيا. الله وضع الزيتون، نحصده، نغرسه، نحصده. جاء وقت العبادة أو التوبة
تتقرب إليه بالصيام الشهر والستة في شوال وما إلى ذلك، انتهى. يعني هو نظام هذا الكون مقترن بالقرآن، فلا تستطيع أنت العيش بدون ذلك النظام. بل لو تتعلم وتصل أوروبا إلى هذا العلم، أنت ستتبع أوروبا، والأصل أن العلوم هي لله من العليم. فأنت متأكد بداخلك أنك تعرف أن الله ما في هذا النظام هو نظام علمي فقط، أنت تنظر إليه بالكفر والحلال والحرام لا بالفهم. الله سبحانه وتعالى عندما وضع رجب، أعطيكم شرح آخر. لماذا وضع رجب ومحرم؟ 3 شهور في الشتاء آخرها شهر محرم. وضع هذه الثلاثة وهي تشير إليه الله ثالث ثالثة. سأشرح هذا وتشير إلى أركان الإسلام والثبت الرياضي والفتح ليفتح لنا. كذلك سورة الفاتحة جاءت ليفتح لنا عندما نقول سبحان ربي الأعلى في سجودنا، أقرب ما يكون العبد لربه في السجود، فنقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 في 3 كلمات في 14 حرف، نفس نظام الفاتحة. لهذا نرد الفاتحة في كل ركعة سواء الجهرية أو السرية أو أي، يجب أن تكون الفاتحة ليفتح لنا لنرتبط بهذه الأقوال وهذه الترددات مع سدرة المنتهى، مع المجال الذي يفتحه الله في السماء. هذا هو يعني المعنى. فقلنا 3 شهور حرام. لو تلاحظ هذه جاءت في البرد، يعني شهر 11 12 والشهر الأول من السنة الميلادية، فهذه تكون فيها سكون الشجر، يتوقف فيه الاخضرار وصعود المياه والثمار وما إلى ذلك في آخر رأس السنة. ثم في الدورة الثانية ماذا يحدث؟ كذلك يحدث في بداية الدورة الثانية يحدث ذلك السكون، فالماء ينزل، ولكن الفرق بين ال3 شهور الأولى تكون في الشتاء في رأس السنة، والدورة الثانية تكون في الصيف، فيكون والله سبحانه وتعالى وصف هذه الظواهر بالأيام والليالي. هناك عدة ليالي نختص بالليالي في الصلاة السادسة إن شاء الله. في الأيام نقول أياما حسوما، تكون فيها الرياح حارة. في الشتاء 3 شهور تكون رياح باردة وجافة وسكون المياه، رغم توفر المياه إلا أن المياه لا تصل. لماذا؟ لأن الله نزل وأنزل معه الثلج هدية للبشرية بصفة عامة، أنزل معها المطر والمياه لإعادة إحياء، يعني تجديد حياة عام آخر للبشر، كل عام ينزل. ثم الدورة الثانية تكون فيها نفس الشيء السكون، يعني إذا لم تعطي الشجرة المياه قد تموت، وتكون في شهر رجب، يعني شهر جويليا، شهر السابع تقريبا في يعني هذا يحتاج درس آخر. كذلك يجب أن تروي أو تسقي الشجر. لماذا؟ لأن هنا يعني في 3 شهور في الشتاء يكون ماء ويكون برودة ورياح وما إلى ذلك، ولكن رياح باردة وما إلى ذلك، يعني رياح شتوية. ولكن في شهر رجب تكون رياح صيفية حارة وجافة وما إلى ذلك بدون مياه، فأنت إذا ما أعطيت الشجر أو السقي سيذهب هباء منثورا. يعني مستحيل أن ينجو الزرع. إذا زرعت شيء مثلا بالطيخ مستحيل أن ينجح، مستحيل. لماذا؟ لأن هناك رياح تجف، وسمها الله سبحانه وتعالى، سمي هذه الأمور في عدة مواطن سأشرح في درس آخر. يقول الأيام الحسوم، وهي يعني بالأيام تكون 8، يعني 7 ليالي والأيام 8، وذكرها في سورة الحاقة. ولهذا معرفة النظام الكوني كيف يمشي، فقط يا مسلم، أن الله يوجهك، يقول لك هنا تكون سكون، ماذا تفعل للأشجار؟ تقلمها وتنزع كذلك الشعر، يعني الأوراق مثل الشعر، يعني تذهب في ذو الحجة في رأس السنة إلى الحج تحذف الشعر، يعني تقص الشعر، فاحلقوا رؤوسكم وتنحر تقربا لله. كذلك تقص أغصان والأشجار في رأس السنة، أو هي تسقط آليا، يعني الله وضعها فيها، أو تقلمها لتعطي في العام المقبل أنت تقبل على بيكون جسدك نشط ويعطي أكثر نفسيا، يكون أكثر قوة بدنيا وروحيا. كذلك الأشجار تعطي الثمار. ويقول لك يعني تسقي في الدورة الثانية في الشهر رجب المحرم، وهو الثاني في السنة،
يعني في الدورة الأول وشهر محرم يكون فيه السكون، وشهر رجب هو الدورة الثانية بعد يكون الشهر الأول فيكون فيه السقي والرياح الحارة. وهذه تجدها لدى الفلاحين الذين يفقهون منازل السنة الفلاحية، فيكون خاص شهر رجب بمنزلة النثرة أو العنصرة، يعني هذه مصطلحات فلاحية قديمة تقال هكذا. وهذه تكون فيها رياح هسوم، يعني في شهر السابع في العام فما فوق. ولهذا جاءت سورة الحاقة في الدورة الثانية، جاءت في الشهر الأول والثاني، يعني إشارة إلى الشهر الحار الأول والثاني. يجب أن نشرح بعض المخططات التي تفهموا عليه. لهذا فتحت باب علم الهندسة المقدسة، وهو علم عظيم جدا يجب أن تفهموه. فالنظام الرباني ليس للتكفير والتحليل وما إلى ذلك، الحكم على الترهيب والترغيب، لا، هو يشرح فقط هذه أيام حسوم، هذه برد، هذه ليالي البيض. الليالي البيض كيف نستغلها في حياتنا، كيف نتقرب، كيف متى إذا أردت أن تنجح في الفلاح حي على الفلاح. فهنا يكون الفلاح هنا، وفي الآخر يقول لك خلقناكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني كأنها دورة حياتية علمية تربط القرآن بالعلم بالعمل، ليست معقدة. ونفصل القرآن عن الواقع، ونفصل الكون عن العلم والقرآن، أو نفصل الشريعة والأحاديث عن واقعنا، عن الزراعة، عن فهم الليالي. لا، عادي لما نقول أيام نحسات يمنع فيها بعد تكون هذه الأيام بعدما ينتهي فترة الليالي البيض، ثم ينتهي هذا الوقت فتأتي أيام النحسات، يعني كأن على الدليل على وجود الأيام المباركات أو الليالي المباركات. أصلا سورة الليل لأنها الليل جاءت في شهر محرم، وفي الشهر الأول في الدورة الأولى سورة الليل جاءت في شهر محرم. لماذا؟ لأنها تقدس، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الليل أكثر من النهار، لأن الليل تكون مركز، المؤمن يكون مركز في صلاته مع الله سبحانه وتعالى، لهذا سميت الليالي البيض فلكيا. ثم يأتي بعد هذه المرحلة المباركة تأتي الأيام النحسات ما بعدها، ما بعد الأيام الليالي، هذه الليالي وسورة الليل تأتي في سورة محرم، ثم تأتي الليالي النحسات، يعني أيام لا تعقد فيها لا زواج ولا عقود بيع ولا تعاملات ولا تزرع فيها، حتى الزرع ممنوع أو مكروه علميا، لأن فيها هبوب للرياح. وهذا على ماذا دليل؟ هناك إكراه معنوي وتحبيب معنوي، يعني مثل البركة لا نستطيع أن نراها، ولكن في دراستها بما أن الله ينزل في رأس السنة فحزن هذه الأرض تحزن عليه، فيكون أيام يقابلنها من بعد انتهاء هذه الليالي يسمى ليالي نحسات. هذه الليالي النحسات أو الأيام النحسات يقابلها فلكيا وزمنيا وعلميا كما موجودة في الشتاء موجودة في الصيف، ويسمها الله في سورة الحاقة الأيام الحسوم. عديد يعني هناك خصائص علمية في الزمن. هذه الخصائص ممكن أفضلها فالله سبحانه وتعالى يغيب في السماء الدنيا بعد الليالي البيض، ولكنه ترك صلاة سادسة تبقينا على تواصل معه أفضل من باقي الصلوات، وهذا كذلك تم حذفه. لماذا؟ لأن علم رأس السنة حذف، وكل ما هو متعلق بأحاديث رأس السنة لن تجد أي حديث يقدس أو يوضح، كذلك حذفت الصلاة السادسة. هدفي أن أحاول أن أقنعكم وأوضح لكم إن شاء الله، ونواصل في حلقات قادمة إن شاء الله. أعذروني إذا أطلت، أحاول أن أنشر هذه الدروس في رأس السنة من آخر شهر 12 من سنة 2025 لكي تكونوا أقرب إلى الله وتستغلوا هذه الأيام، خاصة لمتابعين المنهج الزمني. إذا أعجبكم هذا الفيديو فبلغوا عني ولو حلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاق دينار القدامى وكان الأول في القدم، والأول أيضا ها هنا أهناك من سينازعه.